يقول السائل: ما قولكم في حشد القبائل اليمنية المتواجدة في الجوف؟ الجواب: هؤلاء احتشدوا لمبدأ، ما احتشدوا عن فراغ، احتشدوا لمبدأ لا يتعارض مع الأدلة. امرأة استجارت بهم، وقد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مشرك يستجير بك يشرع أن تجيره حتى تقام عليه الحجة وحتى يكون هو المخطئ والغالط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم هانئ: زعم ابن أمي أنه قاتل من أجرته، رجل مشرك من أقاربها، قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهذه الإجارة ما هي مجرد عربية قبائلية، بل دينية. الكتاب والسنة يؤيدها، لا تتعارض، إلا إذا حصل منكر وباطل لا يجوز أن تجير صاحب المنكر، لعن الله من آوى محدثا الحديث. أما هذه استجارت بغير إحداث، مظلومة، امرأة مظلومة استجارت بقبائل شهماء كرماء شجعان، قبائل عديدة، قبائل دهم، قبائل وايلة، كلها تعتبر قبائل واحدة يعني أصولها، قبائل بكيل، قبائل حاشد، قبائل يمنية معروف عندها ما يسمى بالربيع. الربيع هذا هي تعبير يمني، تربع عند آل فلان، وإلا فمعناه أنه إجارة، استجارت مظلومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، يعني هذا أمر متفق عليه في المظلوم، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره، تحجزه عن الظلم، فحجزه عن الظلم نصر له حتى لا يستكثر على نفسه الذنوب. ولما كانوا بالحبشة الصحابة رضوان الله عليهم، رأى شاب أو رأى رجل منهم امرأة، يعني جاء رجل من خلفها، شاب من خلفها وهي عجوز، فدفعها حتى سقطت، فقالت: ستعلم يا غدر يوم كذا وكذا، يعني ذكره الآخرة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: صدقت، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، بغض النظر عنها بنت فلان أو بنت فلان أو بنت فلان، هي أو غيرها من المظلومين، وجب نصرة المظلوم. ففي حديث البراء في الصحيحين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7، ومنها نصرة المظلوم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وهي تقول: أنا مظلوم انصروني. هذه القبائل ما قامت عبثا، قامت نصرة لمظلوم، سواء هي أو غيرها. المظالم كثير من هؤلاء المجرمين، مظلوم كثير، ولكن هذه قد ارتمت عندهم، وقد يعني أتت بشيء قبلي معروف عند القبائل، تقص شعرها هذا، أو إنسان يأتي يستجير يقول. فإذا هذا شيء ما يتعارض مع الشرع، بل والله أنه شرف عظيم لهؤلاء القائمين بنصرتها حتى ينصروها عند الله وعند صالح عباده، عند الله وعند صالح عباده. يعني هؤلاء بغى ظلمة، أخذ أموال امرأة، يعني انتهاك، يعني أو ماذا، اعتداء عليها وسجنها، يعني ماذا، محاولة تغيير نسبتها، انتسبت أو لم تنتسب، يعني ما لهم على هذه المسكينة إلى هذه الدناءة والدناسة والنذالة، إلى أنهم يدورون حق مرة، وأنها ترتمي من واحد إلى واحد: انقذوني استخرجوا لي حقي وما إلى ذلك. أقصد أن هذا لا يتعارض مع الشرع، كما سبق تأصيله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلة ذلك كثير، لو أراد إنسان يجمع فيها رسالة لوجد.